السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أمال شانيل. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير دجاج محمر بحال ديال الأعراس بدغميرة اللي هي معسلة وبنينة بنينة بزاف. كنتمنى أن الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش تشجعونا باللايكات ديالكم وبالاشتراك في القناة إلا كانت هذه أول زيارة لكم للقناة. ندوزو إن شاء الله باش نتعرفوا على المقادير. غادي نحتاجو في المكونات بطبيعة الحال واحد الدجاجة اللي غسلتها من قبل مزيان بالملحة ورقدتها في الحامض مدة ليلة كاملة. غادي نغسلوها كيف ما شفتوا مزيان، ضروري انها تبات ليلة كاملة هكا في الثلاجة. عندي 2 معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس مقطعين مزيان، 2 ضروسة ديال الثومة مقطعين مزيان اولا محكوكين مزيان حتى همايا، نصف عصير ديال ليمونة حامضة. بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال الابزار الابيض، نص معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال المرزيه ديال الدجاج اولا التوابل ديال الدجاج، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه صغيره ديال السكينجبير تكون عامره شويه ديال الملون الغذائي، واحد شويه ديال الهريسه، ومعلقه صغيره ديال السمن. غادي نحتاجو هنايا كذلك واحد الكميه من الزيتون مقطع هكا خضر، تستعملوا اي زيتون متوفر لكم، الحمر ولا اي زيتون عندكم. هنا عندي واحد 2 حبات ديال البصله مقطعين على هذا الشكل، وهنايا الزيت تقريبا كاس ما عامرش. غادي نشوفوا اش غادي نستعملوا في الاخير. غادي ندوزو دابا للطريقه. غادي ناخذ واحد الطبسيل غندير فيه العصير ديال الحامض، التوابل كاملين، القزبور والمعدنوس والثومه اللي قطعت من قبل. غادي نضيف واحد الكميه ديال الماء على حسب الحاجه. غادي نخلط هذيك العطريه هكا مزيان. غنضيف واحد شويه ديال الماء غير باش تطلق هذه العطريه ما تبقاش ناشفه. نحاول انني ندخل فيها داك السمن. غادي نخليها هكا على جنب، وغادي ناخذ الدجاجه غادي نشرملها هكا مزيان بهاد الشرموله. نحاول انني نديرها هكا بين الجلده واللحم ديالها باش تنسم مزيان. هاد الدجاجه تقدروا ديروا هاد العمليه مده ليله كامله الا كان عندكم الوقت بطبيعه الحال. غادي ندير لها هاد الشرموله بهاد الطريقه. نحاول انني ندخلها مزيان في جميع الاماكن هكا بين الرجلين في اي بلاصه هكا باش تشرمل مزيان. غادي نجمع لها رجليها، من بعد كسروا هاد الضلوع هادو. غادي ناخذ هنايا واحد الطنجره غادي نضيف فيها شويه ديال الماء ونحط الدجاجه ديالي. من بعد غادي نضيف واحد شويه الماء لهاد العطريه اولا التوابل اللي بقاو لينا ونضيفوه على الدجاجه. غادي نقطع هنايا العنق والقانصه والقلب اللي عندي قطعتهم طريفات صغار. غادي نرد كلشي على نار متوسطه، نخليها هكا من الجناب في الاول باش تجمع لينا. بطبيعه الحال كيف ما شفتوا هنا عندي واحد المعلقه صغيره ديال الحامض مصير مقطعه هكا غير اللوب، قطعته رقيق، دورت على الجناب بجوج حتى شدت راسها. من بعد غادي نقلبها هكا على الصدر. غادي نضيف ليها نص كاس تقريبا ديال الزيت، وغادي نضيف البصله غير في الجناب هكايا. غادي نمرق هنايا بالماء الكافي كيف ما شفتوا، كيكون هذا هو القياس ديال الماء اللي غادي نستعمل، ونخليها طيب على خاطرها. حاولوا ما تغطوهاش، يعني الغطا غادي يكون غير هكا من جانب، من الاحسن ما تغطوهاش. هنايا غادي ناخذ واحد 4 ديال الكبدات، غادي نضيف لهم واحد شويه ديال الخل، وغادي نضيف لهم هنا واحد الربيطه ديال القزبر ومعدنوس صغيره، قشور ديال البصله، شويه ديال الملحه، شويه ديال العطريه ديال الدجاج، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، وشويه ديال الملون الغذائي. غادي نخلط كلشي مزيان بحال هكا، وغادي نردهم على بوطه حتى يطيبوا مزيان وطيب هذيك الكبده وتقصح. خديت هنايا واحد شويه ديال الزيتون مقطع درت ليه الماء، غادي نردو يطيب مزيان حتى تحن دوك المروره. هنا بعد ما طابت الكبده غادي نخليها على جنب. غادي ندوزو للدجاج. غادي ناخذ هكا واحد القطيب ديال الشوا، نحاول انني نثقبو هكا باش يخرج منه الماء ونخليه يطيب. من الاحسن ما تضغطوش عليه باش ما يحيدناش الجلده ديالو، خليوه هكا معري.
وكيف ما شفتوا كتحركوه غير بهذا القطيب هكا بسهوله كيتحرك. غادي نخليه حتى يطيب. قلبته هنايا على الجنب ديالو، ندوروه المره الاولى ومن بعد تعاودوا تدوروه المره الثانيه. هنا بعد ما طاب الدجاج كيف ما شفتوا كيكون هذا هو الشكل ديالو، طاب مزيان. غادي نحيدو من المرق، غادي نحطو هنا في واحد اللاطه، فرشتها بالبابي كويسون ونخليه هنا يبرد باش يشد راسو. غادي نرجع المرق يتشرب مزيان. ضفت ليه هنا في هذه الوقيته ضفت الكبده. غادي ندوزو للدجاج، فخديت شويه ديال السمن وشويه ديال الهريسه وشويه ديال الزعفران ملون، وغادي ندهن به الدجاجه ديالي وندخلها تحمر الفران. ندهنها من الجوانب كاملين غير بشويه بشويه. وغادي ندخلها كيف ما قلت لكم حتى تحمر مزيان ونخرجها. هنايا بعد ما تشرب المرق صفيته، غادي ناخذ واحد الصفاي بحال هكا، غادي نصفيه هذيك الكبده والقشيوشات ديال الدجاج، يعني الكانصه والعنق والبصله. فضفت لهم هنايا درتهم في واحد المقله، غادي نضيف لهم واحد 3 معالق كبار ديال السنيده، وهنايا واحد العصره ديال الحامضه، نص تقريبا ديال الحامضه عصرت واحد شويه. هذا هو المرق اللي تبقى ليا. غادي نرجع هاد المقله هنايا تبقى تشحر مزيان هكا باش تأسل، والمرق كيف ما شفتوا هو في نفس الوقت باش يتقال. هنايا الا ما تشحرت لكمش خدات داك اللون هكا يكون مذهب، كنضيفوا شويه ديال المرق وغنبقاو نحركوا فيها مزيان مزيان. وغادي نضيف هنايا الزيتون من بعد ما تشرب المرق، ضفت ليه الزيتون وغادي نخليه، غادي نطفي ليه. وهنايا هذه الدجاجه ديالي بعد ما تحمرات غادي ندوزو دابا للتقديم. خديت واحد الطبسيل غادي نحط فيه هذيك الدجاجه، وغادي نحط هذيك الدغميره ديالي بعد ما تدغمرات وتذهب اللون ديالها، غنحطها هكا فوق الدجاجه. بطبيعه الحال ديما التقديم تنقول لكم اختيار، ديروا داكشي اللي تعجبكم. المهم هو الوصفه الاساسيه، تبعوا لجميع المراحل ان شاء الله باش ننجح معكم. وهذا هو المرق، غادي نسقي به هكا من جناب. خديت هكا شويه المرق غنديرو هكا فوق الدجاجه، وبطبيعه الحال واحد نص حامضه درت فيها هنايا واحد شويه ديال الهريسه وواحد الزيتونه كحله، غادي نحطها كتزيين. وزينت هنايا بواحد شويه البيض ديال السمان، درتو في واحد العويدات ديال السنان وزينت بهم بهذا الشكل. بطبيعه الحال ديما كنقول لكم التزيين كيبقى اختياري، فقط هذا اقتراح ديالي، نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وكان هذا هو الطبق اللي حضرت معكم اليوم. كيف ما شفتوا الدجاج محمر ومدغمر، لذيذ لذيذ بزاف. المريقه ديالو خاطره وعاقده كيف ما شفتوا. زينته بالسمان. كنتمنى فعلا انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه بطبيعه الحال ويصدق معكم. تبعوا فقط جميع المراحل من الاول حتى الاخر، غادي يصدق لكم ان شاء الله وينجح معكم. بقات لي هنا هذيك الدغميره فحطيتها هكا في طبيصلات، رافقت بها هاد الدجاج. وكيف ما شفتوا في اللون ديالو كيجي مذهب بحال ديال الاعراس. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال الى عجبكم ما تنسوش الضغط على زر اعجاب ومشاركه الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. دمتم في حفظ الله ورعايته. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.